يحكى قديما أن حطابا فقيرا ذهب إلى أحد الحكماء ليأخذ عنه حكمة أو نصيحة تعينه على هموم الزمان ومعاناة الحياة. فأوصاه الشيخ الحكيم وصية وقال له: لا تصنع معروفا مع أحد من الناس، فمن طباع بني آدم نكران الجميل. فلقد عشت حياتي وأنا أصنع المعروف وأفعل الخير، ورأيت أن الناس سرعان ما تنسى المعروف وترد الخير بالشر والحسنة بالسيئة إلا من رحم ربي. وإن كنت عازما على فعل المعروف فلا تنتظر الجزاء من أحد، وافعله فقط لوجه الله. تعجب الحطاب من هذه النصيحة، لكنه قال لنفسه: ما العجب في ذلك؟ فأنا لم أعش بعد مثل ما عاش ذلك الشيخ، ولم أخوض التجارب التي خاضها في حياته. فذهب وهو يفكر فيما سمعه من الشيخ، ولما عاد إلى بيته حكى لزوجته عن النصيحة التي أوصاه بها الشيخ الحكيم. فقالت له زوجته: لا عليك من كلام ذلك الشيخ، فالخير لا يزال موجودا بين الناس، وربما تثبت لنا الأيام عكس ما قاله الشيخ الحكيم. فقال الحطاب لزوجته: وما أدراك أنت بحقيقة الأمر؟ فأنا أعلم أن كلام الحكماء غالبا ما يحدث، والحقيقة دائما تجري على ألسنتهم، غير أننا نعيش منذ زمن في بيت منعزل عن القرية، وقليلا ما نتعامل مع الناس، وعلى كل حال سنرى ما تفعله بنا الأيام. وفي أحد الأيام ركب الحطاب حماره وذهب إلى الغابة لجمع الحطب، وبينما هو كذلك رأى نسرا جريحا يصدر أنينا من شدة الألم، ولما اقترب منه وجده غير قادر على الطيران، فأشفق عليه وحمله إلى بيته من أجل مداواته ورعايته، وعزم على إطلاقه بعد شفائه. وفي اليوم التالي ركب الحطاب حماره وذهب إلى الغابة لجمع الحطب، وبينما هو يتجول في الغابة رأى ثعبانا مريضا لا يستطيع التحرك، فأشفق عليه وأخرج كيسا كان معه وأدخله فيه، ثم حمله إلى بيته حتى يتمكن من علاجه، وعزم أيضا على إطلاق سراحه بعد شفائه. وفي اليوم التالي ركب الحطاب حماره وذهب إلى الغابة كعادته، وبينما هو يتجول في الغابة ويجمع الحطب رأى رجلا فاقدا للوعي، كان مقيدا في جذع شجرة، فاقترب منه كي يساعده، لكنه تذكر ما قاله الحكيم، وخشي أن يساعد ذلك الرجل فينسى المعروف ويرد له الخير بالشر، لكن قلبه لم يطاوعه، فأشفق عليه وفك قيده، ثم مسح على وجهه بالماء، ولما أن عاد إليه وعيه حمله على حماره وأخذه معه إلى بيته، ثم جهز له مكانا خاصا واهتم به اهتماما كبيرا، وقدم له كل ما يحتاجه من دواء وكساء وطعام وشراب. مرت الأيام حتى شفي النسر من جرحه تماما، فأراد الرجل أن يطلق سراحه، لكن النسر رفض أن يبتعد عن البيت. وفي أحد الأيام دخل النسر وحط بجوار زوجة الحطاب، وكان في منقاره عقدا جميلا من اللؤلؤ والألماس. فرحت المرأة بالعقد فرحا شديدا، وهي التي طالما عانت من مرارة الفقر وشظف العيش. وكان الرجل الذي كان مقيدا في الغابة ينظر ويراقب ما يحدث باهتمام كبير. وبعد أن شفي الرجل من مرضه غادر المكان بأتم الصحة والعافية. وفي الطريق سمع مناديا يقول: إن زوجة الملك قد فقدت عقدا لها، ومن يخبرنا عن مكانه فله 100 دينارا ذهبيا. فقال في نفسه: 100 دينارا من الذهب، وأنا رجل فقير لا أملك من حطام الدنيا شيء، لابد أن أذهب إلى قصر الملك وأخبره بما أعلم حتى أحصل على الجائزة. فذهب إلى قصر الملك وأخبره بأن العقد الذي تبحث عنه زوجته موجود في بيت الحطاب، ونسي أن ذلك الحطاب هو من اعتنى به بعدما كان مقيدا في جذع الشجرة وسط الغابة، وصنع معه معروفا وعالجه وأكرمه. ذهب حراس الملك إلى بيت الحطاب واعتقلوه، واتهموه بالسرقة، وأعادوا العقد إلى زوجة الملك، ثم حكموا عليه بقطع رأسه. علم الثعبان الذي عالجه الحطاب بالقصة كاملة، فأراد أن يقدم